علاش ملي كتكون مهموم ما كيجيكش النعاس، وعلاش ملي كتكون عندك المشاكل ما كيجيكش النعاس، وعلاش ملي كيكون عندك المطارق في هذا الراس ما كيجيكش النعاس؟ حيت كاينه علاقه وطيده ما بين هرمون الميلاتونين اللي هو هرمون النوم وهرمون السعاده سيروتونين والدوبامين. طبعا الا عندك المشاكل ومأزم ومقلق ومتوتر ومعصب، السيروتونين غادي يكون عندك ناقص، حتى الميلاتونين غيكون ناقص، وبالتالي النعاس ما كيجيكش. اذا اول حاجه باش تقدر تنعس خاصك تبدا ترفع من هرمونات الميلاتونين عندك في الكور. اول حاجه اللي غتعاونك اولا الشميشه، ثانيا المسائل الروحانيه كامله اللي كتربطك بالخالق، القرآن والصلاة والتأمل في حكمة الله والصدقة وكل العبادات اللي تقدر تقوم بها. 3 صلة الرحيم. 4 الحضن، حضن الناس اللي عزازين عليك. و5 التمارين الرياضية، غادي يطلع عندك السيروتونين، غادي يبدا يتفرز عندك الميلاتونين، وغادي تقدر تنعس واخا مهموم ومشكل. وقد ما نعستي غيتزاد عندك التركيز وغتقدر تحل مشاكلك بالزربه.